السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وبهنا دايما على طول. هنا كده معايا فيديو، معايا وصفة. الوصفة دي عجباني قوي وان شاء الله هتعجبكم انتوا كمان. تمام، يلا كده بينا نبدأ ونشوف الوصفة اللي معانا دي ايه. يلا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي ونقول بسم الله، ونبدأ كده نشوف ايه المكونات اللي معانا ايه، والوصفة دي بتاع ايه وهنعمل بيها ايه. هنا كده معايا ايه، معايا قشر ليمون. طبعا الليمون احنا بنجيبه على طول كتير في البيت. تمام، ودي حاجة ممكن نعمل بيها وصفة للتنظيف. تمام، حاجة متوفرة يعني في البيت على طول موجودة. على حبة كربوناتو اللي هو البيكنج صودا، على حبة ملح ليمون، على حبة خل. وخلاص كده بقى عندك وصفة. شوفي بقى لو انتي عندك بلاعة بتطلع ريحة. تمام، التوريت، الاستانلس، الحوض الاستانلس بتاع الماء، تخلي الحوض الاستانلس ده بيلمع، بمعنى كلمة بيلمع. والله يا بنات الفيديو ده معايا بقاله اكتر من اسبوع. تمام، ومش عايزة ان انا انزله الا لما افضل اجرب في الوصفة، عشان خاطر الوصفة دي بصراحة انا واخداها من شيف على التلفزيون وكده. وجربت ان انا اعملها، وقلت لما عجبتني قلت اشاركها معاكم. تمام، فما كنتش عايزة ان انا انزلها الا لما اجربها الاول مرة واتنين وتلاتة. مش قادرة اقول لكم بتخلي الموان عاملة ازاي الالمونيا، وكمان وبتخلي الحوض الاستانلس بيلمع. عارفة يعني ايه بيلمع؟ بينور كده لوحده. طبعا القشر بتاع الليمون. هتقولي طب احنا هنجيب الكمية دي كلها منين، هنجيبها منين؟ القشر ده طبعا انا بحوش فيه بقاله اكتر من شهر ولا شهر ونص، وانا بحوش فيه. استخدم مثلا الليمون ولا حاجه، واروح ماسكه كيس كده في الفريزر او برطمان او علبه، اي حاجه، وابدا ان انا احط فيها في الفريزر لحد ما يتحوش معايا كده كميه زي ما انتم ما شايفين، واخدها. تمام، احطها طبعا في حله زي ما انتم ما شايفين، وابدا انزل عليها بالميه. تمام، المية اللي معايا انا مش هغطي الليمون كله بالمية، انا يا مدوبك هخلي بس كده الحرف بتاع الليمون باين من المية. تمام، هوريكم دلوقتي. عايزة اقول لكم يا بنات، المنظفات بقت غالية نار نار، بمعنى كلمة نار. طبعا بيكنج صودا او الكربونات احنا بنستخدمهم في التنظيف، هو والملح الليمون بنستخدمهم طبعا في التنظيف وان هما بينضفوا كده. تمام، وكمان الليمون طبعا دي حاجة للتنظيف لا يعلى عليها. طبعا تنفع كمان بقشر البرتقال وقشر اليوسفندي، اي حمضيات تنفع بيها. تمام، طبعا اللي بيبقى متوفر على طول هو قشر الليمون. تمام، زي ما انتم شايفين المية مش مغطية قوي، مية حطيته كده على النار، وهبدأ ان انا اسيبه على النار لحد ما يبدأ ان هو يغلي والمية بتاعته دي تتقل معايا، وهوريكم دلوقتي لما يبقى القوام بتاعه عامل ازاي. تمام، كمان ممكن يا بنات تحطوه في مية المسيح اللي انتوا بتمسحوا بيها، هتديكم ريحة للتنظيف، هتحسوا كده بريحة نظافة وريحة الليمون. بتفتحوا باب الشقة كده، ريحة الليمون بتطلع من باب الشقة، ريحة بجد بصراحة ربنا. أنا كل ما بعمل الوصفة دي، طول ما انا كنت بعملها وانا قاعدة كده عمالة ان انا اشم في الريحة، وعجبني اوي ريحة المطبخ. تمام، والريحة اللي طالعة من الليمون والكربونات. تمام، والحاجات دي طبعا انا هنا محطتش اي حاجة غير الليمون والمية زي ما انتم شايفين كده معايا. هسيب بس المية دي تتقل كده حبة بصوت، وابدأ ان انا اشيلها من على النار واسيبها خالص لحد ما تبرد. تمام، طبعا الوصفة دي مش قادرة اقول لكم بقى تستخدموها بقى في حاجات كتيرة بقى. تمام، تنظيف الحمام، تنظيف المواعين، ممكن تاخدوا منها كده حبة وتحطوها في قلب الصابون اللي انتوا بتغسلوا بيه المواعين. تمام، وتبدأوا ان انتوا تغسلوا بيه المواعين. طبعا ريحة الليمون اصلا وبتخلي ريحة الاطباق كده جميلة وبتنضف كل حاجة. تمام، وكمان يا بنات الخلاط، انا افتكرت لما شفت الشفشق بتاع الخلاط والهاند بلندر والحاجات اللي هي بتبقى صعبة اوي اللي هي تنظيفها، عشان السكينة بيبقى مكان السكينة كده في الشفشق او في الهاند بلندر محناش عارفين ننضفه. طبعا ايدينا ما بتبقاش جايباه. تاخدي بقى كده حبة من الوصفة بتاعتنا دي كده، وتروحي ضربة بيها، ضربها كده في الخلاط مرة واتنين او الهاند بلندر، هتلاقي كل حاجة الترسب اللي هو بقاله اصلا سنين مش عايز يخرج، فهو خرج من الوصفة دي. طبعا كربوناتو وملح الليمون والخل والليمون احنا بنستخدمهم في التنظيف في حاجات كتير اوي.
الوصفة دي بتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. تمام، وتكتبولي كمان في الكومنتات الوصفة دي عملت معاكم ايه. تمام. هنا كده هنزل بالخل عشان اضرب بقى الوصفة دي. كمان لو انت عندك بلندر ابدأي ان انت تضربي بيه، بس انا استسهلت الخلاط عشان بصراحة الخلاط السكينة بتاعته كانت عايز تنضف وكده. وحطيت بقى ملح الليمون، مش هحط الكربوناتو دلوقتي خالص، هخلي الكربوناتو في الاخر عشان خاطر طبعا الكربوناتو بيتفاعل، والكمية اللي كانت معايا كانت كتيرة فممكن يتفاعل ويخرج بقى ويبهدل لي الدنيا. تمام. وكمان يا بنات ممكن تضيفوا الملح الليمون والكربونات وقت ما انتم هتنضفوا. يعني ممكن تعملوا الوصفة دي وتخلوها وقت ما تيجوا تنضفوا تاخدوا منها وتحطوا الكربونات والملح الليمون. لا، انا حطيت كله على بعض، ولو انتوا عاملين كمان كمية حطيها في برطمانات وضيفها في الفريزر، وقت ما تيجي تستخدميها طلعي واستخدمي منها على طول. تمام. تمام. هنا كده الكمية زي ما انتم ما شايفين عملت لي كمية حلوة وكمية محترمة. انا مليت منها برطمان كبير. تمام. وكمان بقى انا عمالة ادعك بيها بقى الحوض بتاع المواعين، وادعك بيها المواعين، اخد منها كده حبة واحطها في قلب الصابون اللي انا بدعك بيه المواعين، سواء بقى بريل اوكسي في اي نوع بقى منظم انتي بتستخدميه. ابدأي كده خدي معلقتين 3 وانزلي بيهم في قلب المنظف المواعين، هيخليلك المواعين فلة شمعة كده منورة. هنا كده لما بحط بقى الكربونات بيبدأ بقى يتفاعل معايا بقى مع ملح الليمون والليمون والخل، بيبدأ يتفاعل بقى كله مع بعضه زي ما انتم شايفين. الكمية كمان يعني ايه كترت وملت البولة، وبدأت بقى ان انا انقصها في قلب طبق تاني عشان خاطر متقحش على الرخامة وكده يعني. كمان يا بنات ممكن الوصفة دي مش ممكن اكيد تاخدوا منها كده وتدعكوا بيها العيون بتاع البوتاجاز اللي هي بقى بتبقى عليها دهون وبتبقى عليها هباب وبتبقى عليها زيوت وحاجات كده. لا، تاخدوا بقى من الوصفة دي تدعكوا بقى المواعين كده والبوتاجاز وتدعولي. تمام. تمام. زي ما انتم شايفين كده هنا الكمية اللي معايا قطعت كمية كتيرة، والوصفة بصراحة انا مبسوطة بيها جدا، وجربتها مرة واتنين وتلاتة واربعة كمان عشان خاطر قبل ما انزل الفيديو، عشان الفيديو يبقى فيه مصداقية. واتمنى ان انتوا كمان تجربوا الوصفة وتكتبولي في الكومنتات الوصفة ايه رأيكم في الوصفة. ولو انتي لسه اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي يسعدني طبعا اشتراكك، ولو انتي مشتركة في القناة متنسيش تعملي لايك وتكتبيلي كومنت ان الوصفة عجبتك، وتكتبيلي كومنت بوصفات تانية. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله.